وقفت على الستارت لاين خلاص انا جاهز. كنت ببقى عايز اجي انزل في السباق ده وسط جمهورنا ونبسطه يعني. المنافسة قوية برضه، مش ضعيفة أبدا بصراحة. ممكن من التوتر اللي أنا كنت فيه في العربية أنزل أخبط. اولا احنا المجهزين اللي قبل السباق ده علشان السباق ده ذكرى الهيثم الله يرحمه، فكنا مجهزين حاجات لكور بشكل مختلف شويه. عملنا التنس كلنا بتاعتنا زي بعض، كل واحد باللون بتاعه. المنظر الصراحه كان منظر مشرف، الواحد كان مبسوط باللي هو عمله يعني. خلصنا عربيات وجهزناها ووديناهم على التراك، رحنا التراك بدون بريفنج، حطينا عملنا السيت اب بتاعنا. السيت اب بتاعنا بجد صعب بطريقه مرعبه، الخيام بتاعتنا بتاخد وقت عشان تتنفخ، محتاجه ناس كتير، وكنا واخدين مساحه كبيره جدا، بس كان معانا شباب الصراحه ما قصروش في ولا حاجه. بس نازلين السباق صراحه، انا قبل السباقات ما ببقاش متوتر ولا في حاجه زياده بعملها، هو زي الطبيعي خلاص. الفرق الوحيد اللي احنا كنا نازلين السباق ده وسط الجمهور بتاعنا، بصراحه دي الواحد بيحب ينزل سباقات مصر علشان الجمهور. الواحد بيشوف جمهور الاردن بيستقبله ازاي، ولما بنروح الامارات وعمان ونفس الكلام ده، بس دايما سباقات مصر بتبقى مختلفه شويه. كالعاده الحمد لله جاهزين. كان معانا بقى التيم بتاع النظافه، التيم بتاع نظافه الارض، نظافه العربيات، بتوع الكاوتشات لوحدهم، غير التيم بقى بتاع السيرفيس NMK والتيم بتاع عبد فراس. يعني كنا كتير قوي الصراحه، بس احنا كنا 3 عربيات، فالموضوع علشان تهندل ال3 عربيات الموضوع مش سهل. حبيت المرة دي إن احنا الحمد لله قدرنا يعني نوعا ما هنقول بنسبة 80% قدرنا نعمل الفريم صح، والمنظر كان طالع مشرف. الناس عجبها الموضوع جدا وقالوا لنا المنظر كان جميل وشكلكم مترتب، ومنظر الفريق عامة كان بصراحة حاجة تفرح يعني. نزلنا اول ران كانت كار بارك، عملنا ران كويسه. جينا في نص التراك بحط تالت، العربية رجعت نقلة لوحدها، فوقفت حوالي 10 ثواني 15 ثانية، قلت خلاص الفتيس اتكسر. كملت الران عشان ما اخدش زيرو. بعد ما خلصت الرن طلعنا عرفت ان الدوج رينج بتاع الفتيس النقله الثالثه اتكسر،
فطبعا دي مش حاجه وارده خالص. احنا الفتيس ده كمان مش السيكونشال العادي، ده الابجريدد، المفروض ان هو يستحمل جدا. الحاجه الوحيده اللي كانت في ايدينا ان احنا نعملها ان احنا نلعب بالنقلات، بنغير الريشيو، فنطول بدل ما العب اول تاني تالت اطول الريشيو والعب اول تاني بس. وده اللي عملناه. جينا نزلنا تاني ران، طولنا الريشيو، نازل انا بقى تركيزي كله قبل الران ده ان الناس كلها سايقه حلو، ان انا اركز بقى ان انا ابقى قريب قوي من الاوردر. جيت في نص في اول حته في التراك، اول لو انا بعمل فيجر اوف 8 لقيت نفسي وانا سايق مره واحده حسيت ان انا ماشي طريق غلط. المفروض بعد ما بتخلص الفيجر اوف 8 تخش تاني من جواها وتطلع، لا انا خدتها من بره وكملت، فخدت لاين غريب شويه حسيت بيها وانا جوه، ايه ده الطريق ده في حاجه فيه غلط يعني. وده مش غلط الصراحه، وارد عليا، عمره ما حصل معايا قبل كده. وخلاص قلنا بقى خلاص ضاع مننا سباق الكار بارك، وقلنا بقى هننزل سباق التاندم جاهزين، وخلاص بقى عايزين ننفذ اللي احنا عملناه بره بقى في سباقات مصر. بدات الكار بارك، انبسطت، حاسس ان انا عملت متهيألي ان انا اول مره العب بالعربيه دي، وان انا بقالي سنه يعني. انا سوقت كار بارك بالاي 92 زمان، ودلوقتي اصلا كل حاجه كانت مختلفه، بس اللي اوت كان حلو الصراحه جدا. خلصت اول رن، خبطت في برميل وحسيت بيه، العربيه عندي خفيفه جدا، فاول ما خبطت برميل حسيت بيه. طلعت لقيت كل الناس مخضوضه، ايه ده انت مش قلت ان انت ما بتعرفش تسوق كار بارك؟ قلت لهم والله العظيم ما بعرف اسوق، بس يعني تمام انبسطت. تاني واحده نزلت عملت احسن من الرن اللي قبلها.
بس عامه انبسطت يعني. بس التاندم الصراحه في حته تانية يعني، امتع بكتير واحساس احلى. انا بحب التاندم اكتر. انا قدام جمهور وقدام متسابقين ومفيش براكتس والارض هناك مختلفه، فانا كان في سنه خوف جوايا اللي هو ايه، خايف ما اعرفش اسوق العربيه او ما تبقاش مريحاني او حاجه كده. نزلت بيها اول ران كار بارك. عملت ران حلوه بس كنت مشيت غلط، بس كسرت جوايا حته الخوف، لان لقيت ان انا لا، انا متمكن من العربيه وسايقها وعملت بيها ران حلوه قوي. هي بس كانت مشكلتي في ان انا مشيت التراك غلط، ودي الغلط عندي انا يعني. بعد اول ران كار بارك طلعت بره، ابتديت ان انا اركز في التراك عشان ما اغلطش غلطه ان انا امشي غلط تاني. غيرنا بس الريشو في العربيه عشان كانت العربيه الريشو بتاعها قصير شويه، ونزلت تاني ران كار بارك. عملت ران حلوه قوي وكنت مبسوط منها جدا. الرن كانت حلوه وطلعت من الكار بارك مبسوط جدا، وبالنسبه لنا يعني كانت اول مره اسوق كار بارك في حياتي وعربيه جديده عليا، فكنت طالع بجد مبسوط يعني. جينا عملنا اول ران كواليفاينج، عملت ران كويسه مش احسن حاجه. جه في النص رمزي قال لي الران بتاع انت اول، فانزل تاني ران العب بقى براحتك.
خلاص هجرب ساعتها النايترس، علشان النايترس انا هستعمله في الباتلز يعني. السنسور بتاع الفتيس اصلا مش قاري النقلات صح، قال لي ساعتها ان احنا هنتون النايترس على انه يفتح على RPM معين. فجيت فعلا نزلت على الماب بتاعت النايترس بقى، من اول الران وانا بعمل انيشيشن اصلا العربيه صوتها اتغير وبقت اضعف، بقت كده العربيه في حاجه غلط يعني. كريم نزل خد اول زون، بعدين خد تاتش اند جو، تاني زون، وهو بياخد تاني زون العربيه قطعت. قبل ما يعمل انيشيشن العربيه اتكتمت كده شويه، قامت العربيه صوتها كن كده، والموتور للاسف اتكسر. فعطلت فجاه وطفت السياره. انا هون عرفت انه الانجن صار فيه شيء، بس انا كنت اقنع حالي انه لا، يعني لسه الامور تمام. عرفت بقى ساعتها ان انا خلاص، انا اليوم ده اصلا من اوله معاند معايا جدا. بوظنا كذا حاجه من قبل ما نبدا السباق. ففي الاخر عرفنا ان الموتور طلع باظ، الموتور كريم اتكسر. دي كانت اول صدمه في السباق. الناس كلها كانت دايما في الدي امز بقى يلا عايزينك تيجي وتنزل هنا، فكنت ببقى عايز اجي انزل في السباق ده وسط جمهورنا ونبسطه يعني. فاول ما لقيت ان الموتور اتكسر صراحه ما اتفاجئتش يعني، وعايز اقول لك ما زعلتش يعني. لقيت ان حتى بره الشباب زرد وكده ما حدش اثر، قالوا لي عندهم موتور 2J جاهز في الجراج، فلو نبعت حد ونجيبه ونركبه في السباق. قلت لا، مش خلاص، هي معاندة وانا راضي باللي حصل معايا، مش مستاهل. كنا نصربع الدنيا على الفاضي يعني. بس اول بقى لما خرجت لقيت الناس مستقبلاني بره استقبال جميل بصراحه. ان شاء الله كل التوفيق فيما هو قادم. كريم هاني هارد لك والقادم اسبل. شكرا كريم هاني، اداء رائع ابدعت اليوم. 1 2 3. ده طبيعي في الموتور سبورت، ودايما احنا بنقول يا جماعه ده طبيعي في رياضاتنا، بس لازم يبقى في سبب، يعني لازم نكون عارفين حتى السبب عشان بعد كده نحاول نتفاداه. هل هو خطأ مننا؟ هل هو خطأ من الموتور؟ هل هو خطأ من الفيول؟ ايا كان السبب لازم بنبقى عارفينه، ولكن بقى بنكتشف ان دي اعطال ملهاش تفسير. كريم عنصر اساسي في الفريق، فلما انت بيبقى في عنصر اساسي بتحس ان هو بيقع منك، انت غصب عنك كده بتحس بترب كده في النص، مش بمزاجك يعني. بس لما اتجمعنا وبدانا نتكلم، اللي شفته في عين كريم وطريقته ووقفته معانا، لا ده خلت كله ياخد باور جديد خالص، لان كريم متحول من شخص متسابق لشخص بيشجع الشباب وبيساعدهم، وكله بيثق في كريم جدا يعني. صراحه زعلت انه صار معه هذا الحكي، لانه كنت متامل انه كور ريسنج حيكونوا ماخذين البوديوم كله يعني ان شاء الله، بس ما زبطت. ان شاء الله الجايات اكثر حتكون. نزلت اول كواليفاينج ران، ما عملتش احسن حاجه، بس يعني عملت سكور. ارتحت لان انا عرفت ايه اللي كنت بعمله غلط. يعني انا في الكواليفاينج ران دي عملت فيها غلطات، كلها غلطات سواقه. هنا العربيه الام 2 مختلفه عن عربيتي في كذا حاجه، في حاجات كتير جدا. الريسبونس ديركسيون مختلف، كلوتش مختلف، العربيه كلها على بعض مختلفه، حتى التربو اللي عليها اكبر. فهي كلها حاجات بتقول ان هي تلخبطني، وبالفعل حصل. ونزلت اول كواليفاينج ران اتلخبطت شويه، لقيت ان انا بعمل كذا حاجه في نفس الوقت وما كنتش مرتب دماغي. بس لما طلعت من الرن
لا انا خلاص انا عرفت انا ايه اللي عملته غلط وايه اللي ما كنتش مركز فيه، واداني ثقه اكبر بكتير قوي ان انا تاني رن هنزل وعارف ان انا هنزل اسوق العربيه. نزلت تاني رن، عملت كواليفاينج رن حلو قوي وكنت مستريح في العربيه جدا. فجم المارشلز قالوا لنا عايزين عربيتك على الستارت لاين، انت اول باتل ران. فودينا العربيه على الستارت لاين من الساعه 8:15. فانا واقف وعبده واقف جنبي، دورت العربيه خلاص، ففجاه العربيه قامت مبطله وعبده واقف جنبي. فانا عبده بصيت له كده قال لي دور العربيه. لما ادور العربيه مش راضيه تدور. عبده راح نادى شباب NMK وجم، وانا سامع صوت بقى ناس بدات تشتغل في العربيه ورا وانا واقف على الرنب. انا قاعد بقى جوه العربيه كل تفكيري هيلحقوا، عمال ادعي يا رب ان شاء الله هلحق، ان شاء الله يلحقوا يخلصوا العربيه، يا ترى ايه اللي باظ. فلقيتهم بيقولوا ترمبات بنزين، وترمبات البنزين دي انا عارف انها بتاخد وقت كتير قوي عشان تتصلح، عشان يغيروها، فهي دي الموضوع بياخد وقت. يعني ليه فجاه عربيه شغاله زي الفل كل حاجه فيها جديده، ليه فجاه ترومبه تقف؟ لقيت اللي كنت بلعبه طلع وقف على الستارت لاين، وجم المارشلز قدامي قعدوا يقولوا يلا يا جماعه يلا يا جماعه يلا يا جماعه، وانا جوه مش حاسس بالوقت. انا كل تفكيري في ان شاء الله هلحق، وانا واثق من الشباب اللي معايا في الفريق. وبالفعل صلحوا العربيه وغيروا الترومبات، وجالي المارشل عمل لي كده وقال لي تايم اب. فانا قمت رافع ايدي وعملت له كده وبدور العربيه. لقيت المارشل راح قال للمتسابق اللي كنت هلعبه لفله وقال له اطلع يلا. فجأة لقيت اللي واقف على الستارت لاين العربيه المفروض يلعب مراني عبد الله طلعت. فانا بقى نزلت متعصب جدا مش فاهم ايه اللي حصل. انا خلصت وانت جيت قلت لي الوقت خلص، وانا خلاص دورت عربيتي وطلعت. هو المفروض مجرد ان هو قال لك الوقت خلص ان هو يشوف عربيتك طالما اتحركت خلاص انت كده تمام وجاهز. فالعربيه المفروض اتحركت وانا طلعت وقفت على الستارت لاين. هو قال له اطلع بقى، فانا وقفت. لا يا جماعه اللي بيحصل ده غلط، انا ده مش صح، ده ظلم. سالت على الوقت واخدت وقت قد ايه وكده. انا زي ما قلت كنت موقف العربيه على الستارت لاين من 8:15. 8:26 بداوا شباب NMK شغل في العربيه. انا المفروض كان معدى 8:30، فالمفروض يبداوا يحسبوا لي ال5 minutes من بعد الساعه 8:30. فالمارشل اللي كان واقف بدا الوقت من 8:26 بالظبط، وانا دقيق في الوقت بالظبط لان كان عبده واقف جنبي وماسك الساعه حسب التايم. وبعدين بيقول لي انت خدت 8 دقائق. 8 دقائق ده اللي هو من 8:26، فده معناه ان انا لسه ليا دقيقتين لو انا باخد ال5 minutes بتوعي مع الوقت الطبيعي. فبعد كده بقى فهمت ان هو كان الموضوع كله سوء تفاهم وسوء تنظيم. الموضوع ما كانش مترتب خالص، كل واحد بيرمي للتاني ويقول لي الموضوع ما كانش بايدي، ده واحد يقول لي الموضوع الحكام هم اللي ادوا القرار، واحد يقول لي ده المنظم. هو موضوع يضايق لان دي تجهيزات كتير قوي وتعب ناس كتير، مش تعبي انا لوحدي. ضاع على موضوع اتفه من التفاهه، وفي الاخر كله سوء تنظيم. يعني
كل دي اقدار، والحمد لله الحمد لله انا بحمد ربنا ان ده حصل، لان الله اعلم كان ايه اللي ممكن يحصل لو كنت نزلت الباتل دي. ممكن من التوتر اللي انا كنت فيه في العربيه انزل اخبط، العربيه تولع بيا لا قدر الله، كان ممكن وارد ان اي حاجه تحصل. فالحمد لله، وكانت من نصيبه. في ممكن درس مستفاد هنا، وهو ان احنا ممكن نبقى بعد كده نبقى مركزين في التايم الالوكيتد لكل سواق ابتدى امتى والمفروض يبتدي امتى. كل غلطه بتحصل معانا طبعا بيبقى فيها دروس بالنسبه لنا، بس انا شايف ان دي كانت حاجه لا مفر منها، واحنا اتعاملنا معاها باحسن طريقه ممكن نتعامل معاها. انا شايف انه هو انظلم ومش صح اللي صار بالمره، مو صح، لانه السباقات اللي برا انت هتطلب ال5 minutes رول، انت لازم تروح على السيرفيس تصفي السياره اول ما تكون جاهز، ومجهزين كل شيء، فببلش التايمر يعد 5 minutes، بس يحكي لك 5 minutes انه خلصوا، خلص ممنوع تقرب على السياره. بس هون ما كان الحكي هيك بالمره، يعني اول مره بشوف هذا الحكي صراحه. وبس حكى له الواحد من المنظمين انه يلا دور عربيتك واطلع، هو اوريدي المتسابق كان اصلا بالتراك، فمش صح، فهو انظلم، راح اعترض على الفاضي. ف يعني كان الحق على المنظمين، على الحكام، انا مش عارف، بس هو التنظيم كله غلط. يعني وقفت على الستارت لاين، خلاص انا جاهز. مفيش غير نزلنا الكواليفاينج. اول رن كانت كويسه، وبعدين تاني رن قررت بقى ان انا انقل الموضوع شويه، ان انا عايز العربيه تبقى فيها جريب اكتر، العربيه تبقى اسرع، وابتدي اجرب العربيه تجهيزا للباتلز. طبعا فتحنا بقى نايتروس وحطينا جريب وظبطنا كل حاجه، عشان بس بنتست العربيه اكتر ما احنا عايزينها تبقى سريعه. نزلت اول رن، تمام العربيه تمام مفيش حاجه، كسبت. دخلت التوب 4 معركه. التوب 4 بقى ابتدت هنا المعركه، انا وزوردو. نزلت اول رن مع زوردو، كان عندي فيها غلطات، والغلطات كلها كانت مني، وانا في التراك انا عارف الغلطات بتاعتي فين.
لما قالوا 1 مور تايم خلاص انا بقيت عارف الغلطتين بتوعي فين. فجي بعد تاني واحده كده قمت انا ماسك بقى الووكي توكي وقلت له رمزي اعمل 1 2 3. طلعت كريم جه قال لي انت بتلعب هوا كام؟ قلت له كذا. قال لي لا بتلعب بهوا كذا. قلت له ماشي. قال لي الشنطه ممكن. قلت له ماشي ايه المشكله يلا. حطينا ظبطنا اتاكدنا العربيه سليمه تمام يلا. طلعت تاني رن. وقتي ببقى عارف امتى كسبت وامتى خسرت، وساعات الشك بيخش طبيعي ما بتبقاش عارف انت كسبت ولا خسرت. تاني رن حسيت ان انا خلاص انا سقت، ليد مظبوطه قوي، تشيس مظبوطه، وانا ما شفتش زوردو عمل ايه، بس انا شفت نفسي. لقيتهم بيقولوا 1 مور تايم تاني. طلعنا غيرنا الكاوتش تاني، جهزنا العربيه تاني، والمره دي انا جهزت نفسي مش العربيه. وقفت على الستارت لاين خلاص انا جاهز. نزلت عرفت وانا في الليد احط ديستنس شويه ما بيني وما بين زوردو، وعرفت وانا في التشيس ابقى قريب منه على قد ما اقدر. بس فهي دي اللي ادتني الادج ان انا اكسب. اكشن كله في اخر 3 رانز في السباق اللي هم يعتبر اللي كانوا مع زوردو. طبعا زوردو اليوم ده سواقه، انا طلعت رحت قلت له زوردو انت سقت. قال لي صح، قلت له والله العظيم صح. خلاص كده نقصنا الفاينل، والادج بتاعي في الفاينل ان هو مسقش، يعني هو راح لعب بايرون في التوب 8 وراح الفاينل. انا لعبت توب 8 وتوب 4 3 مرات وسايق كواليفاينج، فانا سوقت التراك اكني اليوم ده اكني توب 32 بس، فانا رايح جاهز اكتر منه، حافظ التراك اكتر منه، سايق اكتر منه، فده الادج بتاعي. حاسس خلاص انا واخد ادج عليك. وكمان بدات تشيس، فخلاص حطيت تارجت في مخي انا هبدا تشيس، انا هلزق فيه التراك كله تمام، عشان حتى لو بعد الشر غلطت في حاجه في الليد يبقى التشيس بتاعتي معوضه. عملت كده فعلا، لزقت فيه على قد ما اقدر.
اول ما عديت الفينش انا عارف ان انا كسبان، من غير ما حد يقول لي حاجه في ودني، من غير ما السبوتر يتكلم، انا عارف ان انا كسبان. هي دي الحاجه اللي انا دايما ببقى عارف انا امتى كسبت وامتى خسرت من السواقه، لاني ببقى شايف. فلما خلصت الليد بتاعتي عملت ليد اللي انا متوقعه من نفسي واللي الشباب اللي معايا متوقعينه مني. طبعا بقى لقيت استقبال حافل من الشباب وفرحه، يعني لما بتشوف فرحه الفريق بتفهم يعني ايه فريق. ممكن بره مصر او في اي حته تلاقي مثلا الفريق متوقف على ماليات، متوقف على مصالح، متوقف. احنا هنا فريق متوقف على الفرحه. يعني انا خسرت وكريم مكمل، كريم كسب انا كسبت، فرحانين. الفرحه بتبان في عين الناس، يعني دي اهم حاجه. لما يكون معاك فريق اخواتك وقلبهم عليك هتشوفها في السباق. الحمد لله رفع راسنا ورفع راس كور تيم وابهرنا بمستوى سواقه بصراحه كلنا كنا عشمانين فيه. المهم ان كور ريسك على البوديوم ورمزي خد اول، وبالتالي كده رمزي يكون واخد اول ترتيب عام. ف السنه اللي فاتت كان انا، السنه دي رمزي، السنه الجايه مروان. خلاص كريم خرج بيشجع رمزي كأن كريم هو اللي بيلعب، لو رمزي خرج بيشجعه طرشوبي نفس القصه، ونفس القصه جمال. كل واحد عايز للتاني الاحسن من غير هدف، من غير اي حاجه. وانا قلت قبل كده ان احنا عيله واحده يعني. طبعا بقى الفرحه اللي كنا كلنا فيها بقى نسيتنا اي حاجه حصلت اليوم ده، ولا كان اي حد فارق له عربيه، ولا انا كان فارق لي العربيه حصل ايه، ولا اللي حصل في اليوم ده. رغم ان الموضوع كان مضايقني جدا، نسيت كل ده. انا حسيت ان اللي معايا دول اخواتي، يعني يا جماعه ده انتوا في ناس فرحانه اكتر مني بجد، في ناس كانت فرحانه اكتر مني. فبس خلصت الرن صراحه كنا مبسوطين. وقفت استنيته عند الفينش، عم بستنى رمزي يطلع، فطلع. صراحه كنت كثير مبسوط، شعور غريب وحلو بنفس الوقت، لانه اول مره بكون صراحه بتيم انه احنا كلنا اصحاب واخوان قبل ما نكون تيم واحد. من 200 لتر ميه ترشوا عليا، انا بكلمك بجد، لدرجه في واحد واقف مش لاقي ميه يرميها رش عليها بيبسي. والله العظيم متشال فوق، لقيت بيبسي بتخش ايه ده؟ ايه ده؟ طعمها باين غريب والميه لا. يعني بص الخيمه الصراحه اليوم ده اكنك كسبت كاس العالم.